بيبدأ فيلمنا مع فيليب وهو بيجاوب على السؤال اللي العالم كله بيسأله له لسه لحد النهارده، ليه بتمشي على الحبل؟ وليه تخاطر بحياتك وتروح للموت برجليه؟ والإجابة بكل بساطة إنه عمره ما فكر فيه على إنه موت، بل بالنسبة له المشي على الحبل ده يعتبر نبض الحياة بالنسبة له. وبتبدأ قصتنا في باريس سنة 1973 مع فيليب وهو بيأدي عروضه السحرية في الشوارع زي أي مؤدي مبتدئ في فرنسا، بيرسم دايرته اللي بمجرد ما بيدخل جواها ما بيتكلمش ولا كلمة، ومش مسموح لأي حد يدخلها غيره هو وبس. ونفس الكلام طبعا بالنسبة له، ممنوع يخرج منها الا بعد ما يخلص عرضه السحري او لما الشرطه تجري وراه علشان تقبض عليه. وافضل حاجه بيحب يعرضها هي المشي على الحبل اللي كان بيستمتع بها جدا اكتر من اي حاجه. وغالبا اي مكانين بيشوفهم في طريقه في سكته اول حاجه بتيجي في باله هينفع يربط ما بينهم حبل ولا لا. وفي مره من المرات بعد ما خلص واحده حطت له البانه مكان الفلوس في الطايه، فعمل لها بقى حبه عروض سحريه، وبعد ما خلص جه يمضغها طلعت كره وكسرت له ضرس. هوبا بسرعه جرى على دكتوره السنان اللي كانت زحمه طبعا، فاضطر انه يستنى دوره في الانتظار، واخد مجله يقرا فيها شويه، وهنا شاف حاجه نسيته وجع سنانه، بل نسيته الدنيا كلها باللي حواليه، وهي اطول برجين في العالم اللي بيتم بنائهم حاليا في نيويورك. وزي ما قلت لك من شويه ان اي مكانين بيشوفهم ما بيجيش في باله غير حاجه واحده وبس، وهي انه يربط ما بينهم حبلين ويمشي عليه. وفي اللحظه دي بالنسبه له ده ما كانش مجرد فكره وبس، ده اتحول لحلم وخطه كمان لازم يمشي عليها علشان يقدر يحقق الحلم ده. وبيرجع بالزمن لورا لما كان 8 سنين وبتسلل لسيرك الشياطين البيض اللي بيجوا البلد بتاعته كل شهر مره. واكتر حاجه ابهرته في السيرك هي قدرتهم العجيبه في المشي على الحبل، لدرجه انه الكل مشي لكنه فضل متسمر مكانه مبحلق في الواير فوق. ومن هنا بقى عنده شغف غير طبيعي للمشي على الحبل، وبدا يدرب نفسه كمان من وهو طفل عنده 8 سنين. وال10 حبال جنب بعض واحده واحده بمرور الزمن قال له لحد ما بقوا حبل واحد بس. لكن طبعا الحبل ده ما كانش كفايه بالنسبه له، كان عاوز يجرب نفس الواير اللي صح فيه الموهبه دي من وهو صغير. فتسلل للسيرك ده وطلع فوق، ولسه هيحط رجله عليه صاحب السيرك زعله وخلاه ينزل تحت. وصاحب السيرك ده يبقى بابا رود الزعيم الاب لعائله الشياطين البيض، امهر من مشى على الحبل، اللي شاف في فيليب موهبه ما شافهاش من زمان جدا بره العيله بتاعته، فاعجب بيه وتعرفوا على بعض وبدا يعلمه حاجات كتير جدا تبان انها صغيره او تافهه، لكنها مهمه جدا جدا للساحر او الماشي على الحبل او حتى لاعب خفه اليد، زي مثلا تحيه الجمهور الخاصه بيه هو وبس، اللي الجمهور بتاعه بيبقى عارفها وبيبقى مستنيها منه كمان، اللي تعتبر نوع من الامتنان ليهم ولحضورهم الحفله او العرض بتاعه. وبابا فيليب بالمناسبه كان شرطه، وطبعا زي اي اب شايف ابنه بيفشل قدامه فزعق له وهدده بطرده من البيت لو ما بطلش اللي بيعمله ده وركز في دراسته وتعلم له شغلانه بجد بدل شغلانه القرود دي. وبالفعل ده اللي حصل، وطرده من البيت بعد ما رفض انه يتخلى عن حلمه وشغفه، فاخد حاجاته ونزل على الشارع وبدا يدور على مكان مناسب يربط فيه الحبل ويبدا العرض بتاعه. وبالفعل لقى المكان المناسب وبدا العرض بتاعه، والناس كلها طبعا اتلمت حواليه بسرعه، اللي معظمهم بالمناسبه كانوا عند العازفه دي بس سابوها وراحوا له، طبعا دي حاجه ضايقته. فراحت له بعد ما خلص العرض بتاعه واتهمته انه بيسرق جمهورها، لكنه شايف انهم وبس حبوا العرض بتاعه فجوله. وحتى لما اتريقت على الحبل بتاعه اللي ما كانش اصلا عالي عن الارض كفايه، قال لها لان المكان العالي كان ناحيتك وانا مستحيل اشتغل في منطقه فنان تاني زي هنا عرفت انها غلطت وانه ما كانش قاصد فعلا انه يسرق جمهورها، فسابته ومشيت. وفجاه الدنيا مطرت، قام ساحب شمسيه بسرعه وجري عليها وسالها على مواعيدها كمان علشان ما يجيش فيها ويقطع عليها تاني، وتعرف عليها وكان اسمها اني، وكانت مستغربه هو ليه بيتكلم انجلش اصلا، فقال لها انه بيتدرب علشان لما يروح نيويورك ويحقق حلم طفولته هناك. وخرج معاها ووراها الحلم اللي بيحلم بيه، وهو انه يمشي على واير رابط ما بين اعلى برجين في العالم في نيويورك، اللي كان في رايها انه مخاطره وجنون، لكنه مهما كان حلمه اللي لازم يسعى وراه ويحققه. ومش بس كده، لا دي كمان عرفته مكان شجرتين عاليين يقدر يتدرب عليهم في اي وقت من غير ما الشرطه تزعجه. وهناك بيلفت انتباه مصور كده طلب منه يصوره كام صوره وهو على الحبل، والمصور ده يبقى جان لويل اللي ساله برضه نفس السؤال اللي بتتكلم انجلش، فحكى له نفس الحكايه. وعلى غير المتوقع جان لوين بار بالفكره، وده اللي خلى فيليب يعرض عليه انه يبقى مصوره وهو بينفذ تحفه القرن. وفجاه الحبل فلت ووقع بيه، فساله انت متاكد انها تحفه القرن مش كارثه القرن؟ فراح لبابا رودي علشان يعلمه تريكات ربط الحبل على مسافات عاليه ونوع الحبل والكثافه وكده، يعني من الاخر يديله سر المهنه اللي قضى سنين حياته كلها بيتعلمه وبيورثه وبس الابناء. فرفض طبعا، لكن فيليب عرض عليه الفلوس اللي يطلبها مقابل وبس انه يعلمه، فوافق. وبالفعل بدا يسفره معاه كل عروضه السحريه علشان يتعلم منه كل كبيره وصغيره بمقابل طبعا، وتقريبا اتقن كل حاجه ما عدا اخر 3 خطوات على الحبل اللي دايما بيترعش فيهم وبيقع. وهنا بابا رودي قال له انه معظم مشاة الحبل اللي ماتوا في نفس المكان اللي انت بتقع منه ده، لانهم بيفتكروا انهم خلاص وصلوا للنهايه لكنهم بينسوا انهم لسه على الحبل. فاوعى تستهين ابدا بالحبل وتفتكر انك انتصرت عليه، حتى لو ما بينك وما بين النهايه خطوه واحده بس مش 3 خطوات. وعلشان يعزز من ثقته في نفسه كان لازم يجرب عرض على ارتفاع عالي قدام جمهور بيتفرج عليه. فبابا رودي اتوسط له عند عمده قريه مغموره كده يقد فيها عرض من فوق بحيره والمراكب ماشيه من تحتيه. وبالفعل بدا، لكنه سمع الصيادين تحته عمالين بيتريقوا عليه وهم سكرانين طينه اصلا، ده غير الموسيقى المزعجه اللي اني مشغلاها، وكل ده شتته خلاه يفقد تركيزه ويقع في البحيره، والكل من حواليه بيضحك عليه. بمعنى اخر انه فشل في اول اداء ليه على ارتفاع عالي قدام جمهور، ودي حاجه ضايقته
وجعته جدا واحبطته كاول تجربه ليه، لحد ما وهو ماشي في مره شاف برج نوتردام قدامه، جات له الفكره اللي هترجع له ثقته في نفسه من اول وجديد. وبالفعل بالليل هو وجان راحوا على هناك وقضوا الليل كله في ربط الواير ما بين القمتين بتوع الكاتدرائيه دي. والصبح اول ما السياح بداوا يظهروا مشي على الحبل، ونجح بالفعل في اول مشي على الحبل غير قانوني قدام جمهور المره دي قدره فعلا وقدر فنه وموهبه، وطبعا اتقبض عليه وخرج بكفاله، والصحافه كلها اتكلمت عنه في كافه بلاد العالم ما عدا فرنسا وبس اللي وصفته انه متطرف وارهابي وكمان حمساوي لو عارف. وفجاه اني بتشوف خبر ان البرجين تم الانتهاء بالفعل من بناهم، وكمان الطوابق اللي فوق لسه فاضيه ما اشتغلتش، فعلى طول ركبوا الطياره وطلعوا على هناك. وطبعا لما شافوهم على الطبيعه كانوا غير الصوره خالص، ومنظر وارتفاع البرج قدامه خوفه انه خلاص حلمه ضاع ومفيش اي علامه واحده حواليه تحسسه انه فعلا ممكن يتحقق. وفجاه بينزل عامل من فوق وبيسيب الباب مفتوح، فقال لها تروح هي، وجري بسرعه هو على فوق. واول ما وصل لفوق شاف فعلا مدى ارتفاعها قدامه، وتاكد ان ده شيء مستحيل انه يحصل، لكنه هيتحدى المستحيل ده وهيحقق حلمه مهما كان حجم العقبات اللي هتقف قصاده. وبعت لجان يجي من فرنسا، اللي طبعا لما شاف البرجين قال انه مستحيل ينفذ الفكره دي، وخصوصا انهم عاليين جدا وكمان بعاد جدا جدا عن بعض، بمعنى انهم مستحيل يعدوا الواير زي ما عملوا في النوتردام، ده غير كمان انه صعب يثبتوا السلوك الداعمه للواير. لكن فيليب اقنعه في النهايه لان البرج قرب يخلص وان ده انسب وقت يقدم في العرض بتاعه، والا حلمه هيضيع وللابد. فقال له تماما، هدور على طريقه نوصل بها الواير من البرج الشمالي للبرج الجنوبي، وانت فكر في طريقه لتثبيت السلوك الداعمه للواير الاساسي في البرجين. فبعت زياره لبابا رودي لانه اكتر حد ممكن يفيدهم في الموضوع ده، اللي اقترح عليه ان الدواعم تكون افقيه مش عموديه على البرج. اي نعم شكلها مش هيبقى حلو قوي، لكنها هتحافظ على توازن الحبل على المسافه العاليه جدا دي، وانه كمان يستخدم 3 دواعم مش 2، لان طول الواير وتقل فيليب نفسه هيضغط على الواير ويكسر المقابض بتاعته بسرعه. واهم حاجه ما ينساش يلبس حزام الامان تحت الزي بتاعه يربطه كويس بالواير، علشان لو فلت ولا حاجه يفضل محمي وفي امان ويفضل متعلق فوق وما يقعش. طبعا فيليب اعترض انه يحقق حلمه وهو لابس حزام امان، لكن بابا رودي اصر على ده فاتخانقوا سوا. وفعلا كان عنده حق، لان كده هو هيكون بعيد جدا 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 عن الجمهور، ومحدش هيكون عارف انه لابس حزام امان ولا حاجه. ولما انا خلت فيليب يعتذر له، قال له ان ولاده كلهم ابرع منه في المشي على الحبل بمراحل، ومع ذلك مستحيل يخلي حد منهم يمشي على الارتفاع ده بدون ما يكون لابس حزام امان وهو ماشي. فساله طب لو انت اللي هتمشي هتلبس حزام امان؟ طبعا بابا رودي سكت، وهنا الاجابه وصلت، ووافقوا على كلامه، وكمان اداله كل الفلوس اللي كان بيدفعها له قصاد نصايحه طول الفتره اللي فاتت دي كلها، وان اسراري دلوقتي هي اسرارك، حافظ عليها وما تديهاش لاي حد. وبدا يدرب نفسه على التوازن على الحبل وهو بيتهز جامد. وهنا بينضم لهم في الفريق كمان جيف فرانسوا صديق جان المصاب، اللي بالمناسبه ما كانش بيتكلم انجلش خالص، وكمان كان بيخاف من المرتفعات. وجان كان لاعب بالفعل افضل طريقه يبعتوا بقى خيط السناره اللي كانت عباره عن طريق قوس وسهم، وجربوها كمان على نفس البعد المطلوب، وبالفعل الطريقه دي نجحت. وبكده كل حاجه جهزت، فاضل بس يحدد الميعاد اللي هيأدي في العرض بتاعه، واللي هيكون في 6 اغسطس. وبالفعل اشترى كل الحاجات اللي هيحتاجها، وبقى يروح كل يوم هناك يراقب المكان بتمويه شهر، وده علشان يعرف تفاصيل المكان كويس جدا وانسب وقت يجوا فيه من غير ما اي حد يعطل. لكنه في مره من المرات داس على مسمار هناك غصب عنه، وبكده ما عادش هيعرف يتنكر ويتكشف بسرعه بسبب انه بيعرج، وكان لازم يروح تاني لانه لحد دلوقتي مش عارف يوصل لسطح البرج الشمالي لانه شغال ببطاقه فقط للعاملين اللي هناك. فاستغل موضوع رجله ده وعمل نفسه انه بيعرج وكده، وركب مع واحد من المستثمرين اللي هناك. وبالصدفه المستثمر ده طلع عارفه من باريس في نوتردام بعد ما مشي على الحبل هناك واتقبض عليه، وكان معجب جدا جدا بادائه ومخاطرته، وساله اذا كان هيأدي اي عروض هنا في نيويورك ولا لا. فهنا فيليب لقى الفرصه قدامه، لان باري معاه اكسس للطوابق كلها بتاعه البرج الشمالي لانه شغال في الطابق 86. فعزموه هو وانا على العشاء، وفيليب عرض عليه الخطه بتاعته والحلم اللي هو هنا اصلا في نيويورك علشان يحققه. وطبعا باري شافها فكره مجنونه ما يعملهاش الا واحد مجنون متهور مش بايع على حياته ولا حتى بايع على الدنيا، ودي الحاجه اللي شجعته انه يقبلها لانه اصلا بيحب الحاجات دي. وجه ميعاد التنفيذ اللي المفروض هيكون بالنهار لانه افضل وقت والحراسه والتفتيش بيكونوا في المكان اقل. وطبعا علشان يتواصلوا مع بعض لازم يشتروا لاسلكي داخلي علشان الشرطه ما تلقطش التردد بتاعه. وصاحب المحل طبعا كان بيفهم فرنسي، ففهم هما بيقولوا ايه وافتكر انهم هيسرقوا بنك مثلا ولا حاجه. ام فيليب ضمه للفريق بتاعه، وباري كمان عامل لهم كارنيهات يقدروا يدخلوا بقى من غير ما اي حد يعترض. لكن الفريق كان ناقصه كمان 2، فجون فيير قال له ما تقلقش انا عندي انسب 2 ليه، وجاب له 2 كانوا على الله خالص وعاملين دماغ 24 ساعه. لكن جون اكد له انهم ثقه وامان، وروحوا كلهم وبدا يراجع معاهم الخطه اكتر من مره لحد ما حفظوها صح. والكل كان خايف عليه من حماسه، وخصوصا ان رجليه لسه ما خفتش من المسمار اللي كان داس عليه في الموت، لكنه اصر ان لازم التنفيذ يبقى بكره والا الشتاء هيدخل ومستحيل انه يقدر ينفذها تاني السنه دي ولا حتى بعد كده. وبالفعل الساعه 2 الظهر تاني يوم كانوا كلهم وصلوا هناك في الموقع، وباري والبرت وجان لوي طلعوا بالمعدات اللي معاهم على البرج الشمالي، اما الباقيين فطلعوا على البرج الجنوبي بصندوق في باقي المعدات. لكن اللي بيستلم الطرود رفض استلامه لانه بيستلم وبس المحجوز من الاسبوع اللي فات، وطبعا دي قوانين المكان فمستحيل انهم يعدوا بمزاجهم. وقال لهم تعالوا
الاسبوع الجاي، فقعدوا يفكروا هيعملوا ايه. وجون فيير طبعا كان متكلم، فراح اتكلم مع مستلم الطرود ده، واستنوا لحد ما خلص خالص، وكلمتين حلوين كده منه وافق وخلاهم يطلعوا على فوق. وبعد ما وصلوا جون اخد عامل الاسانسير ونزل بيه يعزموا على حاجه تحت، على اساس انه قدامهم لسه قياسات وتظبيط وكده وكلام، يعني انه هياخد وقت وكده. وبداوا يفرغوا الحمولات من الصندوق، لكنهم فجاه بيسمعوا صوت الشرطه بره. قام ألان سايبهم وجرى بسرعه على تحت علشان ما يتقبضش عليه. اما فيليب وجيف بسرعه دخلوا تحت المشمع ده، وبيكتشفوا انه عباره عن فتحه ارتفاعها عالي جدا جدا عن الارض. وجيف طبعا كان عنده فوبيا من المرتفعات، ففيليب حاول يهديه بقدر الامكان. ومرت ساعه وصوت الشرطه اختفى، لكن اللاسلكي الداخلي بتاعهم مازال موجود في مكان. وطبعا فيليب مش عارف اذا كان الشرطي مستخبي مثلا علشان يقبض عليهم متلبسين، ولا مشي فعلا من المكان. فجازفوا وطلعوا بالفعل القمشي من المكان، قاموا واخدين الواير وطلعوا على فوق، لكنهم فجاه بيشوفوه نايم على الكرسي اللي تحت ورا السلم. فكملوا لفوق، وعلى البرج التاني كانوا وصلوا من بدري، فرموا له سلك الصناره بالقوس والسهم، وكان هيقع بره بسبب الهواء، لكن فيليب قدر يلحقه في النهايه قبل ما يقع. وفي اللحظه دي الحارس بيكون قام ومشي، فنزلوا جابوا باقي المعدات وطلعوا بقى على فوق، وبداوا يبعتوا الحبل لبعض بسلك الصناره اللي المفروض هيربطوا بيه الواير ويبعتوه تاني على هناك. وجون فيير روح، اما اني فهتستنى للصبح لحد ما يخلص ويبدا العرض. وفجاه وهم شغالين بيسمعوا صوت الشرطه تاني، فبسرعه بيستخبوا قبل ما يشوفهم. وبعد ما مشي فيليب حط على السلم حاجه تنبهه اول ما حد يطلع عليه علشان بعد كده ياخدوا باله. وواحده واحده بداوا يبعتوا الواير اللي كان طبعا تقيل جدا عليهم، وكمان ممكن يفلت منهم في اي لحظه. وبالفعل فلت منهم ووقع، وما كانوش عارفين يلحقوه، فربط نهايته بسرعه قبل ما يقع تحت خالص. وطبعا علشان يتسحب من تاني محتاج يوم كامل، لكنه اصروا انهم يسحبوه واحده واحده، وخلاص كان كلها كام ساعه والصبح يطلع. والساعه وصلت ل6 الصبح، وجون فيير وصل، وكل ده وهم لسه بيسحبوا في السلك لفوق. وفيليب كل اللي همه انه ينجز بسرعه وبس، لدرجه انه ضغط على جيف واخده تحت يربط معاه، وهو بيخاف اصلا من المرتفعات. وبعد ما خلاص هيخلصوا فجاه لقوا قدامهم واحد طالع على السلم، وكان اخد باله من الحيله اللي فيليب كان عاملها على السلم، وشاف طبعا كل حاجه جيف وفيليب بيعملوها، لكنه فضل واقف شويه كده وبعدها سابهم ونزل، وما ظهرش تاني ابدا من بعدها. وفيليب لحد دلوقتي ما يعرفش مين الشخص ده. وبعد ما مشي لسه هيلبس الزي بتاعه اللي هيظهر بيه، فجاه وقع منه تحت غصب عنه. وطبعا الزي ده يعتبر اهم حاجه بالنسبه له، لكنه برضه هيعملها حتى لو بالفانيلا اللي عليه، لان خلاص ما فيش قدامهم اي حل تاني. مع العلم ان رجليه كانت لسه بتنزل دم، لكنه ما حطش كل ده في باله علشان هو بس يحقق حلمه. وبالفعل نزل على الواير واخد عدله التوازن من جيف فرانسوا، وكل حاجه من حواليه بالنسبه له اختفت، وبدا بالفعل اول خطوه ليه على الحبل. وهنا باري بيكون وصل، وفيليب بالفعل بدا يمشي على الواير وهو مش مصدق نفسه انه فعلا بدا يحقق حلمه اخيرا. واول ما اني شافته بدات تنادي على كل اللي في الشارع علشان يتفرج عليه وعلى العظمه اللي بيعملها. وطبعا احساس جيف كمان لا يوصف، ان كل حاجه شاركوا فيها وتعبوا فيها بدات تتحقق بالفعل قدام. وبالفعل عدى اول داعم من الثلاثه اللي كان مقلوب بس ثابت في مكانه ومفيش فيه اي مشكله، وعدى الثاني والثالث كمان، ووصل بالفعل لجان لوي والبرت بسلام. وطبعا بكده حقق حلمه اخيرا اللي كان بيحلم بيه، والكل مبسوط وفرحان جدا بده. لكن فيليب حس هنا ان البرج الثاني بيناديه من تاني، وانه لازم يلبي النداء بتاعه. وبالفعل رجع على الواير من تاني ومشي لحد ما وصل لنصه بالضبط، وعمل حاجه اول مره حد يعملها، وهي انه نزل على ركبته على الواير وبدا يحيي البرجين والواير والجماهير اللي تحت اللي بتشوفه. وقام علشان يكمل، لكنه فجاه بيلاقي شرطيين قدامه قابضين على جيف. فاول ما قرب عندهم قام لافف ورايح على الناحيه الثانيه، واللي عاوز يخرجني يفرجني. هينزلوا يعني وراه على الواير يعني؟ اكيد لا. وهنا كمان بنلاقيه عمل حاجه ثانيه، وهو راجع ما ينفعش اي ماشي على الحبل انه يعملها، وهي انه قاعد على الحبل وبص تحت على الجمهور اللي بيتفرج عليه. والشرطه ساعتها كانت وصلت كمان للبرج الثاني فوق، لكن البرت وجان كانوا هربوا بسرعه على تحت قبل ما حد يشوفهم. واول ما وصل لهم هم كمان قام لافف برضه ورجع تاني. وطبعا الشرطه هنا وهناك قام واقف لهم في نص الحبل، اللي هو عاوز تقبض عليا تعالى اتفضل. ومش بس كده، لا ده كمان نام على الحبل وعصى التوازن فوق. طبعا تحت الطريق واقف، والشرطه كلها بتتجمع في المكان. وفجاه وهو مستمتع بمنظر السما فوق، ظهر فجاه قدامه طائر، والطائر ده طبعا خوفه، فقام بسرعه وان كده كفايه، وانه خلاص لازم ينزل من على الحبل حالا والا هيقع ويموت. وخصوصا ان وزنه كمان على الواير الفتره دي كلها ضغط على الخشب اللي ماسك الواير وكسره. ده غير كمان الهليكوبتر اللي ظهرت فجاه وبتجبره على انه ينزل من على الحبل والا هينزلوه بالقوه. وهواها طبعا كان شديد عليه، وكان متماسك بالعافيه لحد ما وصل للبرج الثاني. وطبعا بعد كل ده مش هينهي الشو بتاعه، وهو خايف مثلا او مرعوب قدام الشرطه اللي مستنياه علشان تقبض عليه. فاستعاد ثقته بنفسه تاني لحد ما وصل عندهم وشكرهم على انتظارهم الوقت ده كله. لكنه طبعا ما كانش لسه خلص، لان لسه له اهم واصعب 3 خطوات على الواير، اللي كالعاده اتهز جامد اول ما بدا يخطيهم، لكنه سيطر على نفسه قدر الامكان لحد ما ثبت مكانه من تاني، وقام رمى عليهم العتله وعرف نفسه، قاموا قابضين عليه طبعا في ساعات. والجمهور طبعا كله تحت بيسقف له، ده غير كل العمال اللي في المبنى بعد ما عرفوا باللي عمله فوق. حتى الشرطي كمان حي على اللي عمله، انه عمل حاجه ما فيش اي حد قبله ولا بعده ممكن يعمل. والصحافه طبعا كلها عملت لقاء معاه، والخبر وصل لبابا رود اللي كان فخور جدا بيه وتحقيقه لحلمه. وطبعا بعد ما اتقبض عليه تم الافراج عنه، بس بشرط انه يؤدي عروض على الحبل في الحديقه المركزيه للاطفال بنيويورك. وبالنسبه لجان لوي وجيف
فرنسا وفرجعوا على فرنسا تاني، اما فيليب فاخد الجنسيه الامريكيه وفضل في امريكا، واني كمان رجعت على فرنسا علشان تحقق حلمها كمان زي ما فيليب حقق حلمه هنا. وفي النهايه اتمنى ان كل حد يحقق حلمه مهما كان صعب ومهما كان مستحيل، واعتقد ان كلنا مشتركين حاليا في حلم واحد متفقين عليه وهو حريه فلسطين من الكيان المختل. واتمنى ان طول المده واستمرارها ما يخليكوش تعتادوا المشهد او تتنسوه، وتذكروا دائما انهم ارواح وبشر ليسوا مجرد ارقام. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.